أظن ده وقتها. عاوزين حاجة تدفيكم في الشتا ده وتكون مفيدة وفيها كل العناصر الغذائية. عايزة أقول لكم إن هي خطيرة. بعملها معاكم كل سنة وما شاء الله بتطلع كل سنة أحلى من السنة اللي قبلها، بمكونات سهلة جدا وبسيطة ومفيدة جدا. مش قادرة أقول لكم عاملة إزاي. لو هتدوروا عليها كده وتعرفوا الفوائد بتاعتها اقروا عنها وهتشوفوا إن هي ليها فايدة كبيرة جدا. فيها حاجات كتيرة أوي مغذية. هنعمل النهاردة المفتقة أو الحلبة بالعسل. أظن انتوا كده عرفتوها، بجد خطيرة. نقول كده بسم الله. وهنعمل النهاردة 2 كيلو من العسل. كل كيلو من العسل بتقسمي بالمكونات دي. 2 كيلو عسل أخد معايا 160 جرام من الحلبة المطحونة. هي بتتباع كده جاهزة. وعندي معلقتين من المغاط بينقلها في حتة تانية خالص. المغاط ده كان عندي، خدت منه معلقتين. وعندي كمان كوباية الا ربع من الزيت، أي زيت طعام موجود عندك. و2 كيلو عسل. وكل كيلو عسل بيتحط له معلقتين ونص من الدقيق. بعد كده اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا ان احنا نشتغل في حله الومنيوم. حله الالومنيوم ما بتخليهاش تتحرق معاكي وما تفورش معاكي. وعندي كمان 5 معالق كبار من الدقيق. بجيب كده الحله على النار وبحط فيها الزيت. اول ما يبتدي يسخن معايا الزيت بضيف عليه الدقيق مع التقليب المستمر لحد لما يفور معايا كده، وابتدي ان انا احط بقى حبه البركه بتاعتي. وبحط المغاط وبحط كمان السمسم. ما بحطش خالص الحلبه المطحونه خالص دلوقتي. ببتدي ان انا اقلب. وبعد كده بجيب السوداني بتاعي. بتجيبي بقى طبعا الكميه اللي انت حباها بتحطيها. اما بالنسبه للسمسم بحط تقريبا نص كوبايه من السمسم. واول ما يبتدي بقى تتحمص معايا المكونات وتبتدي كده تغلي مع بعض على نار متوسطه، بضيف عليها العسل الاسود كده زي ما انتم شايفين واديها تقليب. بوطي عليها النار لدرجه متوسطه، ما تعليش عليها النار عشان ما تفورش معاكي. بسيبيها كده على النار تغلي لمده 10 دقايق. واول ما تغلي كده معايا بعد 10 دقايق او ربع ساعه على نار متوسطه، ببتدي ان انا انزل الحلبه بتاعتي. وليه ما نزلتش الحلبه بتاعتي في الاول؟ عشان ما تمررش معايا الحلبه. بديها تقليبه واسيبها تغلي بس بعدها 5 دقايق، مفيش اكتر من كده، مع التقليب المستمر كده رايح جاي. بعد كده بطفي عليها وابتدي ان انا اغرفها بقى عندي في البولات بتاعتي او البراطيم تكون نظيفه جدا. زي ما انتم شايفين كده قوامها سايل. وما ينفعش ان احنا دلوقتي ناكلها وهي سخنه، وكمان قوامها بيبقى خفيف. بسيبها تبرد، واول ما بتبرد بتوصل للقوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. قوام تقيل ينفع ان احنا نفرده في السندوتشات. خطير بجد، خطيرة وطعمها وريحتها. المغاط بينقلها في حتة تانية خالص. اهتمي بالتفاصيل اللي قلتلك عليها ومش هتشتريها من بره. احلى كتير كتير من اللي بتشتريها من بره. وريحتها خطيرة وبتقلب لك البيت كده ريحة دفى. وينفع تفرديها كده في سندوتشات عيش بلدي او عيش فينو. خطيرة. ريحتها تجنن. المغاط بينقلها في حتة تانية خالص. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. يا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.